فيديو النهارده هقول لكم سر نجاح اي حاجه في حياتكم، والموضوع مش كلام عشان يشدك فتشوف الفيديو بس، لا، حرفيا سر نجاح اي حاجه في حياتكم. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. طبعا كتبتولي انت في الكومنتات في اخر فيديو نزلته ان انا مش بعمل فيديوهات كتير. والله يا جدعان بجد الموضوع غصب عني، يعني انا دلوقتي في ثانوية عامة وخلاص في الاواخر، وحقيقي الواحد يعني في الاخر فعلا، فياريت تدعولي ربنا يكرمني واخلص ان شاء الله ثانوية عامة على خير. المهم لازم تتاكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب هنا في الشانل وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله باذن الله لما اخلص ثانويه عامه في فيديوهات كتير جدا هتبقى جديده وحاجات كتيره جدا جديده هتنزل في الشانل ان شاء الله باذن الله، فتاكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب في الشانل. المهم فيديو النهارده هنتكلم عن سر نجاح اي حاجه في حياتك. هو حرفيا مش كلام وخلاص، لا هو حقيقه سر نجاح اي حاجة في حياتكم. الاول بس كده، يعني ايه كلمة نجاح؟ كلمة نجاح يعني انت في حاجة معينة في حياتك انت بتعرف تعملها كويس قوي وواظبت عليها واتمرنت عليها لدرجة انك قدرت ان انت تحقق في الحاجة ديت نجاح كبير جدا. حلو، طب هل الحاجة ديت انت بس اللي بتعملها في الكون كله؟ لا طبعا، في ناس كتير جدا بيعملوا نفس الحاجة، بس علشان يعني يتقال عليك ان انت شخص ناجح في حاجة معينة ولازم يكون عندك حاجة بتميزك عن الناس اللي حواليك كلها في الحاجة اللي انت بتعملها ديت. دوت معنى كلمة شخص ناجح. طيب حلو جدا، ايه بقى السر؟ الحاجة المهمة قوي اللي انا عمال اقول عليها من اول الفيديو، سر نجاح اي حاجة في حياتك. الموضوع ببساطة وهو التخطيط والنظام. وقبل ما اقولك يعني ايه التخطيط والنظام، عايز اخدك كده في حاجة صغيرة واقولك على حاجة واخليك انت تحكم بنفسك. لو انت ما طبقتش اللي انا بقولك عليه دوت ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي انت عاوز تكون ناجح في اي حاجة في حياتك، حلو؟ عندنا طريقين دلوقتي. لو انت مشيت بعشوائية من غير تخطيط من غير نظام، ولو انت مشيت بتخطيط ونظام اللي انا لسه قايل عليهم. لو انت مشيت بعشوائية هتلاقي نفسك مشتت اغلب الوقت، طول الوقت عمال تفكر طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طب انا هروح فين كمان شويه؟ طب انا بكره هعمل ايه؟ هتلاقي نفسك مشتت لان افكارك مش مترتبه، تمام؟ وهتلاقي نفسك مش عارف انت هتبدا منين او هتبدا امتى وهتنهي الموضوع ازاي، وهل الموضوع هينتهي بحاجه كويسه ولا هينتهي بحاجه وحشه؟ طب انت هتنجح في الموضوع دوت ولا مش هتنجح؟ بتكون مش عارف هتبدا منين وهتنهي منين، وبتلاقي نفسك خايف في اغلب الوقت. طيب تمام، ده بالنسبة لما تيجي تعمل أي حاجة في حياتك بس تفكر فيها بطريقة عشوائية. نيجي بقى للطريقة التانية وهي التخطيط والنظام. لو أنت عملت تخطيط ونظام صح اللي أنا هقولك عليهم دلوقتي بعد الكلام دوت، هتلاقي نفسك عارف هتبدأ منين، عارف هتنهي منين، مش قلقان من أي حاجة لأن أنت عارف اوريدي أنت ماشي إزاي، عارف أنت حاطط زي ما تقول كده ديدلاين وماشي عليها. انت عارف انت رايح فين، هتعمل ايه دلوقتي، بكره هتعمل ايه، فتلاقي نفسك رايق كده ودماغك رايقه وفاهم انت ماشي ازاي. الموضوع عكس العشوائيه تماما. تمام، حلو جدا كده. احنا عرفنا لو مشينا بطريقه عشوائيه ايه اللي هيحصل، مش هننجح طبعا في اي حاجه. ولو مشينا بتخطيط ونظام هننجح ازاي او مش هننجح، بس هنكون ماشيين ازاي صح. عايزين بقى ناخد التخطيط والنظام دولت ونفصصهم حته حته كده. ازاي نمشي بنظام في اي حاجة نعملها في حياتنا؟ يعني ازاي يكون عندنا تخطيط ونظام صح؟ اول حاجة رتب اولوياتك. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت مثلا عاوز تعمل حاجة دلوقتي، ما تقولش بعد 5 سنين انا هطور في الموضوع دوت فهعمل له كذا، انا بعد 10 سنين، انا بعد سنه هعمل كذا، انا بعد لا، انا عايزك تبص دلوقتي
انا دلوقتي هعمل ايه؟ عايز انجح مثلا في كذا. حلو، ايه بقى الحاجات اللي موجوده معايا؟ تمام، الحاجات ديت هي اللي موجوده. طيب ترتبها بقى على حسب اولوياتك في اي حاجه انت عاوز تنجح فيها. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو يا ريت تنزلوا تضغطوا لايك وسبسكرايب عشان عايزين نكبر القناه. انا مش عارف يا جدعان مش بتعملوا لايك وسبسكرايب ليه؟ اعملوا لايك وسبسكرايب. مش كده كتبت اولوياتك خلاص في اي حاجه انت عاوز تنجح فيها. تاني حاجه اكتبها على ورقه. بص الموضوع دوت يعني ممكن تكون انت مش عارف اهميته، بس بجد اهميته كبيره جدا جدا. انت خلاص رتبت اولوياتك، هات اولوياتك ديت بقى بعد ما رتبتها صح وحطها على ورقه واكتبها بخط واضح وكويس، وتخلي الورقه ديت معاك دايما وقدام عينك. تالت حاجه واخر حاجه عشان اي حاجه تعملها في حياتك تكون ناجح فيها، وهي التنفيذ. بص التنفيذ من غير كل اللي احنا قلناه دوت ملوش اي قيمه، وانك تعمل كل اللي فات دوت وما تنفذش فبرضه ملوش اي قيمه. زي ما تقول الاتنين بيكملوا بعض. لازم تفهم الكلام اللي قلته قبل كده وتطبقه مع التنفيذ. هتنفذ ازاي؟ انت خلاص رتبت اولوياتك، جبتها حطيتها في ورقه كتبتها كويس، تبدا بقى تنفذها حاجه حاجه. ايه مثلا اول حاجه؟ كذا هعملها، بعد ما اخلصها تعمل جنبيها علامه صح. تاني حاجه، تالت حاجه، رابع حاجه، وهكذا. كل ما تعمل حاجه تعمل جنبها علامه صح، وبكده هتخلص كل اولوياتك اللي انت كتبتها. وبالتالي كل ما تخلص حاجه كل ما هتلاقي نفسك بتتطور اكتر واكتر في الحاجه اللي انت بتعملها وعايز تكون ناجح فيها. ومع الوقت والاستمراريه على كل دوت كل شويه ايه الاولويات تكتبها تنفذها، ايه الاولويات تكتبها تنفذها. مع الكلام دوت هتكون ناجح في اي حاجه بتعملها في حياتك. وحاجه مهمه جدا 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 وانت بتعمل الموضوع دوت علشان تحافظ على النجاح دوت، وهو الاستمراريه. بص النجاح ممكن يكون سهل مقارنه بانك تحافظ على النجاح دوت. فلازم ان انت طالما وصلت للنجاح وخلاص بقيت جامد في حاجه معينه، بقيت شخص ناجح ومشهور في حاجه معينه، مش اللي هو بقى خلاص انا اقعد وكله زي الفل انا خلاص اتشهرت وبقيت جامد وبقيت ناجح لا لا، لازم تستمر وتطور من نفسك اكتر واكتر. لان زي ما تقول كده المسؤوليه بتزيد. كنت مثلا في الاول محدش عارفك قوي، فاللي هو انت بتجرب، ظبطت تمام، ما ظبطتش هتشوف غيرها. لكن دلوقتي انت نجحت في الموضوع دوت وناس كتير بقوا عارفينك، فاكيد مستنيين منك نجاح زي النجاح اللي انت حققته في الاول. فالمحافظه على النجاح اصعب من النجاح ذات نفسه. وبس كده، ده اللي كان عندي اقولك النهارده. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو استفدت من الفيديو ولو 1% انزل اضغط لايك وسبسكرايب وقول لنا رايكم في كومنت. وبس كده، الى اللقاء في فيديو اخر. سلام.